السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في المحاضرة الثالثة من كورس ال OOP مع كودكس هاب. إحنا في المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا على أهمية ال OOP وليه أصلا إحنا بنحتاج ال OOP في لغات البرمجة، وبدأنا نوصل للكونسبت الأساسي اللي إحنا لحد دلوقتي محتاجين نقف عليه قبل ما نكمل بنا. إن فكرة ال OOP والكلاسز قامت على إن أنا بعمل كلاس عشان أجمع الداتا أو الفيلد أو الاتريبيوت بتاع عنصر من عناصر السيستم بتاعي مع الميثود بتاعته في مكان واحد وبسميه كلاس. ولما احب اشتغل على الكلاس دوت باجي جوه المين ابدا اخد اوبجكت من الكلاس ده، ابدا اخد اوبجكت بالكلاس ده. الاوبجكت دوت يقدر يوصلني لبياناتك، يقدر يوصلني ان انا اطبع السالري بتاعك، اشتغل زي ما انا عايز اشتغل. يبقى كاني بعمل في السيستم كل ما موظف جديد هيجي عندي الشركه هكريت له اوبجكت. الاوبجكت ده بيحمل كل بياناته. ايه بياناته؟ اللي هي انت محططها في الكلاس: فيرست نيم، لاست نيم، وركينج اور، الاور ريت بتاعه، واعمل له فانكشن يقدر يحسب السالري وتطبع البيانات بتاعه الموظف ده. يبقى انا اقدر اول ما الموظف ده يتنشئ عندي في السيستم يبقى انا اقدر اوصل للعناصر دي، اللي هو اول ما ادوس على E1 دوت تقدر توصل للفيرست نيم وتديله اسم، اقدر اوصل لللاست نيم واديله اسم، تقدر كمان توصل للوركينج اورز كانك بتسجل بقى بيانات الموظف بالظبط. ده الاور ريت بتاعته، الموظف ده لسه جاي جديد فساعته مثلا 50 جنيه. نفس الكلام مثلا ان انت الراجل ده اشتغل معاك في الشهر ده الوركينج اورز اللي هو اشتغلها مثلا 100 ساعة. خلاص انت هتنده على E1 دوت برنت، فالمفروض ان هي تطبع كل بياناته اهو. لو احنا جينا دلوقتي عملنا رن، E1 دي قاعد لك الامبلوي اللي اسمه عز طه، السالري بتاعه 5000. انت هنا كده عملت ايه؟ انت كده بكل بساطة البرنت دي بقى جواها ان هي تطبع بيانات الموظف وتحسب السالري وتطبعه. النقطة بقى اللي احنا بنتك عليها او اللي احنا عايزين نوصلها في المحاضرة الثالثة، ان انت لازم تكون مدرك الفرق ما بين الكلاس والفرق ما بين الاوبجكت. عشان الفرق ده يوصل لك بشكل قوي لازم تكون متخيل ان الكلاس دي في ديفلوبر بيملاها او بيشتغل عليها او بيبنيها وبيبني الكلاسز والريليشن زي ما احنا بقى هنشوف مع بعض لما نتعمق في الاو او بي. وفي شخص تاني هو المسؤول عن المين، بياخد اوبجكت ويبدأ انه يتعامل بالحاجات اللي انت سامح له ان هو يتعامل بيها. كأن بالظبط كده اقرب تمثيل عشان تبقى متخيله، لو اعتبرنا ان الكلاس ديت المكنه اللي بيجي المهندس يظبط الاعدادات بتاعتها وكل حاجه، وفي الاخر بيجي عامل المهندس بيقول له انت هتدوس على الزرار ده وده هيطلع لك مثلا ورقه بالمواصفات دي، ما تقدرش تعمل اي تغيير تاني. لو عايز تعمل اي تغيير قول لي، انا اروح اعدله على المكنه واظبطه في الاعدادات بتاعت المكنه وانت تبدا تستخدمها على طول. هو هنا نفس الفكره بالظبط. في ديفلوبر بيشتغل يظبط الاعدادات بتاعه الكلاس، وهنبدا بقى نشوف الكونستراكتور وهنبدا نتعمق اكتر، بس الفكره ان في واحد ظبط الاعدادات وقفلها. بتيجي انت هنا جوه المين، الديفلوبر ده اللي هنعتبره العامل هيبدا يشتغل على المكنه دايركت ويبدا ان هو ينفذ الحاجات اللي موجوده فيها. هي ده الفرق ما بين الكلاس وما بين الاوبجكت. القوة التانية بقى الأساسية اللي احنا لحد المحاضرة التالتة بنتكلم عليها، إن أنت القوة بتاعت ال OOP إن أنت جمعت الداتا أو الاتريبيوت بتاعت الأوبجكت بتاعك وجمعت الميثود في مكان واحد، فبقيت بكل سهولة عايز تعمل موظف تاني كأنك أول ما الموظف ده بيتكريت في الشركة أنت بتعمل له اوبجكت. الاوبجكت ده بتبعت له بياناته، زي مثلا الموظف التاني ده مثلا هيبقى اسمه محمد، اللاست نيم بتاعه مثلا هيبقى وائل، الاور ريت بتاعه مثلا 100 جنيه وهو اشتغل مثلا 200 ساعة. خلاص كده انت خلصت، مالكش اي علاقة باي حاجة. انت انده على الفانكشن اللي اسمها برنت، هي هتروح تحسب السالري وتطبع لك بيانات الموظف ده اهو. ده كده الموظف الاولاني وده كده الموظف التاني. وفي نفس الوقت بقى لو حبينا اعمل 100 اوبجكت، يعني اعمل 100 موظف، طب بقوا 1000، طب بقوا 2000، الشركة كبرت وبقى فيها مليون موظف، الكلام ده كله بالنسبة لك كل موظف هو عبارة عن اوبجكت انت بتخزن له الداتا بتاعته، وتقدر تستخدم الميثود اللي الكلاس باني بيها مبني بيها عشان خاطر تنفذ الحاجات اللي انت عايزها عليه. فاحنا هنا كده لحد المحاضرة دي لازم نكون فاهمين حاجتين مهمين.
ايه الفرق ما بين الكلاس والاوبجكت؟ الكلاس ده المكنه او الاعدادات اللي بيظبطها المهندس، والاوبجكت دوت العامل هيبدا يشتغل على المكنه دي دايركت، ياخد منها اوبجكت ويتعامل معاها. القوه بتاعت الاو او بي لحد المحاضره دي فين؟ في ان احنا جمعنا الداتا والاتريبيوت بتاعتنا في مكان واحد، بدل ما كنا بنبني كل حاجه منفصله ونرجع بقى نعمل فانكشن توصل للداتا دي. لا، انا غلفت الداتا والاتريبيوت والميثود بتاعتي في مكان واحد، خلاص متغلفين. يوم ما احب استخدمهم باخد منهم اوبجكت دايركت وابدا اتعامل معاه. شكرا.